السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما ابدأ الفيديو اهني كل الاهلاوية واهني النادي الاهلي فوزوا على منتخب السويس. الف مبروك للنادي الاهلي. النادي الاهلي هو النادي الاهلي. الاهلي بيفوز على السويس النهارده بهدف نظيف، توقيع حسين الشحات. دي حلاوة توقيع حسين الشحات النهارده للاهلاوية، توقيع حسين الشحات للنادي الاهلي بعقد لمدة 3 سنين، وكمان ياسر ابراهيم بيوقع للنادي الاهلي لمدة 2 ورامي ربيعة. الف مبروك فوز النادي الاهلي على منتخب السويس النهارده. كان مباراه كويسه جدا، ومنتخب السويس اللي ادى مباراه اكتر من ممتازه، وكمان تالق حارس مرمى منتخب السويس محمود كوكو اللي صد ضربه جزاء من رامي ربيعه في الدقيقه 56. لكن في النهايه الاهلي بيفوز على منتخب السويس وبيصعد لسمن كاس مصر. الف مبروك فوز النادي الاهلي، واهلا وسهلا بيكم في حلقه النهارده اللي هنتكلم فيها عن مباراه الاهلي ومنتخب السويس، وكمان هنتكلم فيها عن عقد حسين الشحات وتجديد عقد حسين الشحات وياسر ابراهيم ورامي ربيعه ورحيل ديانج بعد رحيل حمدي فتحي الى الوقره. ديانج هيرحل عن النادي الاهلي، واداره النادي الاهلي ما عندهاش اي مانع رحيل ديانج، بس يجيب عقد يكون كويس، ويجيب مثلا يعني تكون بمبلغ كويس جدا. هنا اداره النادي الاهلي مش هتمانع من رحيل ديانج، هيكون رحيل ديانج وحمدي فتحي من خط وسط النادي الاهلي مقلق لبعض الاهلاويه. وهنتكلم النهارده برضو عن صفقه يحيى عطيه الله لاعب الوداد. يعني شايفين احنا المستويات اللي قدمها لاعب الوداد يحيى عطيه الله، النادي الاهلي على رادار النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي رجع قال كلام تاني. فخلينا نبدا فيديو النهارده. دي قناه على اليوتيوب ومعكم حسن نور، فضلا وليس امر اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تخبطوا لايك في الفيديو وتصلوا على النبي، ونبدا الفيديو على بركه الله. الاهلي ومنتخب السويس كل الناس مفكراها مباراه سهله النهارده، لكن انا من وجهه نظري منتخب السويس فريق قوي، فريق عرف يوصل للنادي الاهلي في كاس مصر. لكن النادي الاهلي النهارده وجد صعوبات في المباراه، وهو الحارس المرمى النهارده نجم المباراه حارس مرمى منتخب السويس محمود كوكو اللي تصدى لضربه جزاء من رامي ربيعه منتخب السويس. ادى مباراه كويسه جدا دفاعيا، مقفل دفاعيا على النادي الاهلي. النادي الاهلي بيفوز بصعوبه بهدف توقيع حسين الشحات اللي جدد عقده ل3 سنين النهارده. حسين الشحات يعني حلاوه العقد هدف الفوز النهارده من تسديده ممتازه جدا من منطقه ال 18. والف مبروك فوز النادي الاهلي النهارده. النادي الاهلي يعني الهدف بتاع حسين الشحات من صناعه القندوزي. نتمنى ان احنا نشوف قندوزي بجانب حسين الشحات، ونجرب قندوزي خط وسط ممتاز جدا، بالذات في الايام الجايه بعد لو رحيل ديانج ورحيل حمدي فتحي المؤكد طبعا اللي هيسافر النهارده لقطر. فهنا ممكن نلاقي نواجه ازمه في خط وسط النادي الاهلي. فعندنا القندوزي لما يشارك اساسي مش هنلاقي اي صعوبات. عندنا خط وسط النادي الاهلي يعني ما يقلقش بعد رحيل حمدي فتحي او رحيل ديانج. عندنا قفشه، عندنا يعني قندوزي، عندنا سوليه دي سنه كمان. فالنادي الاهلي بخير وخط وسط النادي الاهلي بخير. النادي الاهلي ادى مباراه كويسه جدا، لكن اهم حاجه النادي الاهلي فاز وصعد لكاس مصر ثم لكاس مصر. النادي الاهلي ان شاء الله دايما متالق ان شاء الله. النادي الاهلي يقدر يحصد كاس مصر المره الثانيه على التوالي، ويقدر يفوز بالدوري، ومستنيين الثلاثيه وتتويجنا بالدوري عند وصول النقطه 77. الف مبروك فوز النادي الاهلي بهدف لحسين الشحات النهارده اللي ادانا حلاوه كده بعد توقيعه امبارح للنادي الاهلي لعقد 3 سنين. نروح بقى لحسين الشحات وعقده مع النادي الاهلي لمده 3 سنين. كلنا يا جماعه كنا مرتبكين، كنا قلقانين خايفين من رحيل حسين الشحات لأم صلال القطري او لنادي الزمالك. الاخبار طبعا اللي كنا بنسمعها عن رحيل حسين الشحات للزمالك، والزمالك مقدم عرض مغري لحسين الشحات 50 مليون، ونسبه من الاعلانات ونسبه من المشاركه، وام صلال القطري حسين الشحات على الرادار وبتطلبه. انا قلت في الاخر حسين الشحات لو على الفلوس ما كانش ساب العين الاماراتي وجه النادي الاهلي. لكن في نهايه المطاف بيرجع حسين الشحات بيجدد عقد للنادي الاهلي 3 سنين، ومخيبش ظن الاهلاويه فيه. حسين الشحات لاعب اهلاوي وبينتمي للنادي الاهلي ومحب للفانلة الحمراء. وفي الاخر بعد الاخبار اللي سمعناها حسين الشحات بيجدد عقده للنادي الاهلي اللي يلعب لحد 2026. ضمننا حسين الشحات في دوري ابطال افريقيا اللي جاي، ضمننا حسين الشحات في كاس العالم للانديه. الحمد لله حسين
الشحات بجانب ياسر ابراهيم اللي جدد عقده لسنتين، وكمان رامي ربيعه اللي جدد عقده لسنتين. رامي ربيعه لولا الاصابات كان هيكون ليه مكانه في النادي الاهلي او غير النادي الاهلي، وكمان ممكن كان يحصل عقد احتراف ممتاز. اللاعب يعني لياقه بدنيه ما شاء الله، لكن الاصابات. رامي ربيعه جدد عقده لسنتين، فشايفين كده اداره النادي الاهلي شايفه الاصلح، وان شاء الله يسترد مستواه اللي ظهر عليه رامي ربيعه في شبابه مع النادي الاهلي. وكمان ياسر ابراهيم صخره الدفاع اللي جدد برضه لسنتين لحد 2025. كده حسين الشحات في امان. ما نكدبش، واحد يقول لك حسين الشحات زملكاوي، الزمالك عرض 50 لا 35، نسبه من الاعلانات نسبه من المشاركه، وفي الاخر حسين الشحات بيديهم على قفاهم وبيجدد للنادي الاهلي عشان كل الناس تعرف ان ده كذب واشاعات وتضليل وحوارات، وعايزين يبوظوا حسين الشحات على النادي الاهلي، عايزين يعلوا سعر حسين الشحات. لكن حسين الشحات سايب من عقده فلوس للنادي الاهلي، الراجل ده بيحب النادي الاهلي وما عندوش اي مانع ان هو كمان يعتزل في النادي الاهلي. مش معقوله علي معلول محب للنادي الاهلي وابن تونس الخضراء بيلعب وهينهي مسيرته الكرويه والاحترافيه في مصر مع النادي الاهلي، حسين الشحات يسيب الاهلي وهو عنده 30 سنه ويحترف في صلال القطري، او يروح الدوري السعودي، او يلعب للزمالك. عموما ان شاء الله حسين الشحات على مستواه ويتالق مع النادي الاهلي. يحيى عطيه الله الظهير الايسر لنادي الوداد المغربي على رادار النادي الاهلي. اللاعب ده قدم مستويات كويسه مع الوداد المغربي في دوري الابطال، وكمان كان في المنتخب المغربي في كاس العالم. يحيى عطيه الله الظهير الايسر اللي هيكون بديل لعلي معلول على رادار النادي الاهلي. فعلا اللاعب فورمه، اللاعب مستوى عالي، امكانيات، لياقه بدنيه، لاعب سريع، لاعب متميز. كمان لو جه النادي الاهلي في ان سن علي معلول كبير، اللياقه البدنيه بتاعت علي معلول ما عادش زي علي معلول في شبابه، فممكن يقعد علي معلول على دكه الاحتياطي. لكن نقول في حاجه برضو قالتها اداره النادي الاهلي، ما ينفعش ان احنا نجيب لاعب زي يحيى عطيه الله لاعب اجنبي ونشاركه مع النادي الاهلي في وجود علي معلول اللي هيدي مع النادي الاهلي سنه ولاعب مستمر مع النادي الاهلي واساسي. فانا مش هينفع اجيب لاعب اجنبي فوق السن وفي نفس المركز وفي وجود علي معلول. فالنادي الاهلي نفى الاشاعات دي ان يحيى عطيه الله هيجي النادي الاهلي. النادي الاهلي قال لك انا لو ما عنديش محترف اجنبي زي علي معلول هجيبه، لكن انا عندي علي معلول محترف اجنبي ولاعب فوق السن ولاعب في نفس المركز، فصعب ان اجيب يحيى عطيه الله. لا، انا علي معلول يديني السنه دي وافكر بعد كده اجيب يحيى عطيه الله لو في فورمته وفي مستواه. لكن انا شايف اللاعب ده اكتر من ممتاز، لو جه النادي الاهلي هيعمل شغل جامد جدا. لكن في وجود علي معلول الاهلي مش هيقدر يجدد او يعمل عقد او يشتري يحيى عطيه الله وعلي معلول عنده. واحنا شايفين علي معلول متألق مع النادي الاهلي بفورمته العاليه بلياقته البدنيه، حتى لو ادى 50 60 دقيقه في الملعب بكل روح رياضيه وانتماء للنادي الاهلي، الراجل ما بيأثرش في الملعب علي معلول. يعني يحيى عطيه الله كلام برضو زي ما احنا بنقول، لكن ممكن يكون في الكلام كلام تاني والراجل يجي النادي الاهلي. فانا شايفه لو جه النادي الاهلي هيكون مكسب كبير للنادي الاهلي ان شاء الله. نروح لرحيل ليو ديانج عن النادي الاهلي. لكل الاهلاويه بعد دوري ابطال افريقيا وبيع حمدي فتحي او رحيل حمدي فتحي جه مفاجاه على كل الاهلاويه، وكل الاهلاويه زعلوا ان هم يفتقدوا واحد من اهم عناصر خط الوسط واهم عناصر لاعبين الاهلي في الملعب بصراحه في تشكيله النادي الاهلي، ولا غنى عنه في التشكيله ان كان في الدور الدفاعي او في الدور الهجومي. واي لاعب في النادي الاهلي في خط الوسط ما بيقدرش يقوم بالدور اللي بيقوم بيه حمدي فتحي، بصراحه مسمار في خط الوسط. بيطلع ديانج وعايز يرحل عن النادي الاهلي، واداره النادي الاهلي ما منعتش وقالت عمري ما امنع لاعب عايز يحترف بره او يحترف في الدوري السعودي او الدوري القطري، بس اللي مطلوب من ديانج ان هو يجيب
عقد احتراف كويس، وبعد كده مفيش مشكله يكون بمبلغ مادي كويس. انا ما عنديش مشكله مع ليو ديانج ان هو يرحل عن النادي الاهلي، بس يكون بعقد احتراف كويس وفريق محترم بيدفع فيه مبلغ ممتاز. ليو ديانج طبعا لا غنى عنه في خط الوسط، يعني خطتين في الراس توجع، رحيل حمدي فتحي، رحيل ليو ديانج. عندنا لعيبه متمكنه في خط الوسط، لكن اهم عنصرين محتاجينهم وكنا بنلعب بثقه اللي حلوا مشاكل خط الوسط مع مروان عطيه هيرحلوا عن النادي الاهلي. فالنادي الاهلي في الايام اللي جايه لو رحل ليو ديانج، النادي الاهلي المفروض يعمل صفقه او اتنين في خط الوسط يكونوا بنفس الامكانيات وقدرات ديانج وحمدي فتحي، اللي هيأثروا في جماهير النادي الاهلي وهيأثروا في تشكيله واداء النادي الاهلي. نتمنى ان ليو ديانج يحصل عقد احتراف كويس وبمبلغ مادي كويس، نقدر نجيب صفقه او اتنين يعوضوا ليو ديانج والنادي الاهلي بمن حضر. لكن نتمنى نشوف ديانج للافضل، ونحن بنفتخر بالنادي الاهلي وكل لاعبين النادي الاهلي اللي دايما بيفرحونا بدوري الابطال او الدوري المصري او كاس السوبر الافريقي او السوبر الافريقي. تروح موليكا الاهلي كان بيفاوضوا لمده 5-6 شهور موليكا، والريان القطري عرض على موليكا 3 مليون يورو ونص، لكن بشكتاش التركي رفض عرض الريان القطري. بشكتاش عايز 4 مليون ونص يورو، فطبعا الريان طلع من الصفقه. موليكا عايز يرحل عن بشكتاش عشان الراجل بيلعب احتياطي بعد ما ضموا اللاعب ابو بكر فينيست من النصر السعودي اللي كان بيلعب في التشكيله الاساسيه في هجوم النصر السعودي. وبعد قدوم رونالدو للنصر باعوا ابو بكر لبشكتاش، وبشكتاش طبعا بيلعبوا اساسي في التشكيله الاساسيه، وانت يا موليكا اقعد على دكه الاحتياطي. الراجل زهق من الاخر كده وملوش مكان الا في الاحتياطي ومفيش مكان في التشكيله الاساسيه، فعايز يرحل عن بشكتاش. فهنا بشكتاش معلي السعر قوي 4 مليون ونص يورو. الريان رفض ان هو يدفع ال 4.5، والاهلي رفض يدفع ال 4.5، وموليكا مفيش عرض مناسب ليه. بصراحه السعر عالي قوي على موليكا وقدرات موليكا. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان هو يحصل مهاجم سوبر من العيار التقيل عشان كأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا اللي جاي. نتمنى التوفيق للنادي الأهلي وألف مبروك أهلاوية. فوز الأهلي النهارده على منتخب السويس في كأس مصر 1-0 بتوقيع حسين الشحات الماستر، ودي حلاوة توقيع حسين الشحات بعقد 3 سنين. كان معكم حسن نور، دي قناة على اليوتيوب فضلا وليس أمر. اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واستنونا فيديو تاني إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.